الرجاء كيرجع يفتح ملف عمارة لغضاف وكيخطوا لتجديد العقد ديالو. عاود المكتب المسير ديال الرجاء الرياضي يفتح باب التفاوض مع اللاعب عمارة لغضاف باش يناقشوا معاه إمكانية تجديد العقد ديالو مع الفريق، خصوصا في ظل الاهتمام الكبير اللي كيبديه الطاقم التقني بخدماته في الموسم اللي جاي. وحسب مصادر قريبة من محيط النادي، اللاعب كان عنده اتفاق مبدئي مع فريق كيلعب في القسم الثالث الإسباني، وهذا الشيء كان من شهر يناير، ولكن الصفقة ما وصلتش لمرحلة التوقيع الرسمي، وباقي اللاعب حتى لدابا ما مرتبط حتى بشي فريق. لاغاداف كان على تواصل مستمر مع بعض مسؤولي الرجاء، منهم الرئيس جواد زيات والمسؤول أرمومن، وحتى المدير الرياضي الجديد سيباستيان سوماكال، اللي عبر في اجتماع داخلي على تمسكه باللاعب واعتبره من العناصر اللي يمكن تعطي الإضافة للفريق في المشروع الرياضي الجديد. اللاعب حتى هو ما عندوش مانع يبقى مع الرجاء، خصوصا بعد ما شاف أن الإدارة الجديدة كتعول عليه وكتشوف فيه مستقبل مع الفريق، والنية واضحة أنهم باغين يبنيوا فعقة قوية ومتوازنة للموسم الجاي. ومن المرتقب تكون جلسة رسمية بين الطرفين في الأيام اللي جاية باش يهضروا على تفاصيل العقد، سواء من ناحية المدة أو الشق المالي، وكل شيء كيسير في الاتجاه ديال بقاء لاغادوف داخل صفوف النسور. وتجدير الإشارة أن اللاعب موقع مع حتى شي فريق إسباني أو فريق آخر لحدود الساعة، وهذا الشيء كيعطي الأفضلية للرجاء باش يحسم بقائه بشكل رسمي.